احنا شغلتنا فعلا الحقيقية ومتعتنا ان احنا نسعد الناس، فاحنا هنسعدكم بذكريات. بالنسبة لنا احنا السنة اللي فاتت في مارينا كان ما بين صفوفنا زميل راحل هو الفنان حسن خليل، كان من اعظم عازفي البيس جيتار في مصر. حسن خليل كان ثقافة عظيمة وعالية جدا واحتكاك بكل الموسيقات العالمية. ما اقدرش اقول يعني سوء حظ لينا. حسن شارك مع جيلي في تقديم اغنية مصرية بديلة ومتجددة. الله يرحم حسن. واحنا نتمنى بين الصغيرين هنلاقي مليون عازف بيلعب في مصر، ان يعني شعب من غير غنى ومزيكا ما ينفعش، واحنا شعب عظيم يعني. فزي ما كلكم بتهتموا انكم تعلموا اولادكم يروحوا يلعبوا في النوادي عشان يكسبوا ملايين زي لعيبه الكوره، هيكسبوا ملايين لو لعبوا مزيكا كمان، صدقوني. في دايرة الرحلة الأغنية دي قديمة وسمحاني الموسيقار الجميل أحمد منيب وقال لي كاتبها ولد عمره 17 سنة، فأنا كنت زيه في السن ساعتها فغرت شوية، فقلت له لا أنا مش هغني الأغنية دي. معرفش أنا النهاردة عندي شعور داخلي كده أنا عايز أغني في دايرة الرحلة. جوانا يحكي وشو جوانا يبكي والدمع